انا صحيت من النوم لقيت جوزي جايب لي ده، حد يفهمني ايه ده؟ انا اول ما شفته افتكرته ورك نعامه فرخه متغذيه حبتين. اصلا ما شفتش قبل كده ورك ديك رومي على الحقيقه عشان انا ما بحبوش وما باكلوش وما بطبخوش. ولما اتصلت بيه قلت له ايه اللي انت جايبهولي دوت، قال لي انا صاحبي نازل مصر النهارده وانا رايحه اجيبه من المطار وعايزك تعملي لي اكله تشرفيني بيها وناكل صوابعنا وراها. قلت له ناكل؟ هما مين بس اللي ياكلوا؟ معلش فهمني كده. قال لي هو انا ما قلتلكيش اصلا عازم النهارده صاحبي على الغدا، قلت لازم ادوقه اكلك. اصل هو كان عايز ياكل من بره. يرضيكي ياكل من بره؟ عادي يرضيني. واكتشفت ان انا اتدبست يا جماعه واتحطيت خلاص. قمت بسرعه جايبه وصفه من على النت وحضرت الخضار، وطلع عين امي على ما فتحت برطمان الصلصه دوت. قعد معايا ساعه. اكيد بتواجهكم المشكله ديت. وبدات دلوقتي احضر معاكم الخلطه اللي المفروض هحطها على الديك الرومي والخضار. علبه زبادي ومعلقه ونص صلصه، والبهارات ديت هنشيل منها الورق اللورا عشان نحطها في الكيس الحراري. هنا بقى ملح وسبع بهارات وفلفل اسمر وبابريكا، وهننزل بيهم كلهم بقى كده على علبه الزبادي ونقعد نمكس فيهم كده لحد ما يختلطوا ببعض. وهنحط معلقه زيت وهنحط شويه خل صغيرين قوي وهنقعد نقلبهم برده وهندهن بيهم. بصوا بقى هنعمل مساج للديك الرومي كده كويس قوي، ونقعد بقى ندهنه من بره وجوه علشان يشرب الخلطه كلها، ونعمل فتحات كده في الديك الرومي بالسكينه علشان الخلطه تتغلغل جواه. وعلى فكره الخلطه دي تنفع لديك رومي كامل، بس علي كان جايب ورك بس عشان عارف ان انا ما باكلوش وهياكله هو وصاحبه بس. ولما لقيت فرشه الدهان مش نافعه رحت ماسكه كده الديك الرومي ورحت دهنته كله بايدي عشان الخلطه توصل لكل مكان فيه. وبعد كده نزلت بالخضار كله في الطبق دوت عشان انزل عليه بقيه الخلطه كلها. وانتوا تقدروا على فكره تحطوا الخضار اللي انتوا بتحبوه. انا هنا مقطعه كوسه وبطاطس وجزر وفلفل الوان، الخضار اللي انا بحبه. شوفوا انتوا بقى بتفضلوا ايه وحطوه في الاكل. واحنا بنعمل الوصفه الحلوه دي مع بعض ما تنسوش تعملوا لي كومنت وانزلوا اعملوا لايك، ولو عندكم وصفه اكل حلوه قولوا لي عليها وهعملها معاكم. طبعا جبت اكبر كيس حراري في السوبر ماركت وكنت خايفه انه ما يكفيش عشان انا قطعت خضار كتير قوي. مش عارفه انا قطعت كل ده ليه بس مش مشكله يعني، والحمد لله هو كفى. بس انا شلت شويه خضار كده وحطيتهم في كيس تاني يعني عشان هو ما كفاش قوي برده. وحطيت بقى نزلت كل خضار كده وزعته تحت الاول، وبعد كده بقى احط عليه الفخده او الورك من فوق. المشكله بقى ان انا كنت نسيت معلقه توم، بس مش مشكله يعني محلوله. طلعت علبه التوم ورحت واخده معلقه كبيره ومنزلاها على الخضار ومقلباها فيها كويس ما تدقوش ها. وبعد كده هنمسك الكائن دوت ونحطه في الكيس ونربطه كويس ونديله خرم كده عشان ما ينفجرش في الفرن. والاكله دي مش هنحتاج ان احنا نحط فيها ميه خالص، لان كده الخضار هينزل ميته والورك كمان هينزل سوائل منه كتير فيستوي منه في بعض. اهم حاجه يا جماعه ما تنسوش زي ما قلت لكم، اهم حاجه تدوا للكيس خرم كده علشان ما ينفجرش منكم في الفرن. وعملت الكيس التاني اهوت وعملت فيه نفس الكلام. معلومه نسيت اقولها لكم، اول حاجه احنا هنعملها احنا هنغسل الورك كويس قوي وهننقعه في محلول ميه بخل بملح بدقيق نص ساعه كامله. وبعد كده بعد ما نتبله هنسيبه في التتبيله، يعني يا ريت لو تقدري تسيبيه يوم كامل، ولو ما تقدريش اقل حاجه تسيبيه فيها ساعتين علشان يطلع معاكي كده جوسي واللحم بتاعه يبقى طري جدا. وقبل ما تدخليه على الفرن تكوني فاتحه الفرن من قبلها بنص ساعه على درجه حراره عاليه، وبعد كده تدخليه الفرن ربع ساعه على درجه الحراره العاليه ديت، وبعد كده توطي عليه وتسيبيه بقى ساعه ونص. هيطلع معاكي زي ما انتوا شايفين كده مستوي من كل ناحيه وجوسي وطعمه تحفه. ويا رب تكون الطريقه عجبتكم وقدرت افيدكم بحاجه النهارده. باي.